ما في شيء اسمه بالحياة شر وخير بالمطلق. روحي مرادة برا، روحي موتي برا. أنا الفانز تبعي جمهوري يعني رفع لي راسي صراحة. مش من هلا، من وقت ما بلشنا عندي أنا أصحاب من الفانز صاروا عمرنا 16 سنة. كيف بنيتي هاي العلاقة مع الفانس تبعولك؟ آه، كل شيء بيجي ببساطة، بيوصل هالقد ببساطة. فأنا اي ريبوست قصص، برد على الدي ام، برد بصوتي. أنا معروفة لهلا إنه ما عندي لا مانجر ولا اسيستنت ولا شيء، أنا برد على كل شيء وقت مزاجي. بتعرف اليوم كمان بدهم يفهمونا لأنه الحمد لله من وراء محبة الله الضغط كتير كبير علينا. شخصية حياة رح تنسينا شخصية عليا. يا حياتي يا علم، ما تقارنوا لي هلا حياة بعليا، ما خصها، هيدي مدرسة وهيديك مدرسة تانية. كيف حضرتي لها؟ خبرينا عن هيدا الفرق. ليكي حضرت لها بطريقة عم بحس الدور، عم بحس شو عم بتعيش. لحقت القصة، لحقت ظلم بيا، كسرت اختها لقلبها، شو خلتها من وراها اشتغلت هيدا الشغل البشع. هي شريرة ولا منيحة؟ ضيعتينا. لا، بدكم تحضروا المسلسل. لك وينه عليا؟ اول 40 حلقه تقولوا عني شريره، اخر شيء خلصتوا مع عليا. هي كانت الساعه. حلو انكم تحضروا وتشوفوا، لانه ما في شيء اسمه بالحياه شر وخير بالمطلق. نحن مجبورين بكل شيء، وحسب اي موقف عم بيطلع منك اي اداء. مشهد عملته انا واختي الصغيره ناي، اللي بتكون زينه مكي هي وصغيره. مشهد كتير قوي، كتير قوي كان علي، حتى لانه بدي اقول لها روحي مرادة برا، روحي موتي برا، كان حتى السكريبت قاسي، انا شوي خوفته. كان كتير قاسي علي هيدا المشهد، علم علي بروحي يعني. فرح يكون صدمه كمان بفتكر عند المشاهد.